يبدو أن قدر قرية إغران يرتبط بالجرافات. بعد مرور سنة على وفاة الطفل ريان حبيسا في جب عميق تتحرك مجددا، لكن هذه المرة لتوسعة الطريق نحو القرية. طريق جبلي ووعر سلكه قبل عام الآلاف من كل المناطق بعد أن ملأ اسم ريان الدنيا وشغل الناس في موجة تضامن إنسانية غير مسبوقة. حزينة انتهت القصة ليتوارى بعدها اسم إغران عن المشهد. ردمت الحفرة ولم يبقى من الفاجعة الأليمة سوى أنابيب أسمنتية وحديدية. دابا الطريق كيخدموها مع ربي ان شاء الله غادي تكون. ومسائل اخرى النقل المدرسي كيدخل مره. صادفنا أشغال دعم لشبكة الكهرباء، فالقرية تعاني انقطاعها المتكرر، وبنيت حضانة للأطفال لكنها لا تزال مغلقة. أما الصبية فيلهون وقد افتقدوا رفيقهم ريان. واقع القرية لا يسر فاعلين جمعويين، والرأي عندهم أن المنطقة لم تستفد من الزخم الإعلامي الذي واكب الفاجعة. أرى بعد مرور سنة أن المنطقة لم يتغير بها شيء، لا زالت على حالها تعاني الويلات من كل القطاعات، ولم يتغير شيء ما عدا بعض الإصلاحات الطفيفة لا تسمن ولا تغني. إذا كان هذا هو واقع قرية إغران وسكانها بعد مرور عام على الفاجعة، فكيف تبدو أحوال أسرة الطفل ريان التي اختارت الاستقرار بعيدا؟ قطعنا 100 كيلومتر لنصل إلى تطوان. في شقة متواضعة استقرت الأسرة، أب عاطل من العمل وأفق غير منظور. لا جديد في حياتها سوى مولود ذكر رزقته في الذكرى الأولى لوفاة ريان. كنقول للناس كاملين ما يقنط حتى واحد من رحمة سيدي ربي، حتى واحد ما يقنط من رحمة سيدي ربي كبير. نشكر الناس كاملين المغاربة كاملين اللي فرحان معانا واللي معيط علينا واللي جلا عنا واللي بقى معانا كامل كنشكرهم. ولادة ساجد رسمت الفرحة على وجوه الوالدين المكلومين، وشكلت ما قد يكون نهاية سارة لقصة حزينة. المختار العبلاوي، الجزيرة، تطوان، شمالي المغرب.